بيجيلك اعرف ان هو جاي عشان مستخسرك. فرق كبير قوي بين اللي بيحب واللي مستخسر. اللي بيحب مش هيسمح انه يسيبك وما يعرفش حاجه عنك، مش هيسمح يشوف دموعك ويبقى عارف ان هو عنده اجابات للكويستشن مارك كتير اللي في دماغك او للاسئله كتير اللي جواك، ويعني يمنع نفسه ان هو حتى يمشي باحترام. يبقى عارف ان هو اذيك وانت تعبان وماشي من العلاقه دي وانت مستنزف، ويستخسر ان هو حتى يبرر لك عشان عارف ان انت كده كده بتجري وراه. فلما الطرف ده يرجع في حياتك تاني، من فضلك ابعد عنه، سيبه وامشي. ما تديلوش مبررات، ما تقولوش اسباب، ما تقولوش ما انت لما انا كنت في حياتك وقعدت اعيط لك انت مشيت وسبتني. هو مش مستني ده منك. هو مستني منك ان انت ترجع تقول له طيب انا ما كنتش عارفه انام الايام اللي فاتت من غيرك، انا ما كنتش عارفه اعيش بعدك، انا طالما قدمت كل حاجه في العلاقه، طالما كنت حد حقيقي في العلاقه، الطرف اللي قدامك ده ما قدمش اي جديد، سابك لدماغك ولافكارك من غير ما يريح حتى فكرك ولا ضميرك، ابعد وانت عارف ان قدر الله ما شاء فعل. قول لنفسك طول الوقت لعلها دعوه دعيتها ربنا انه واصرف عنا شر ما قضيت، اعتبره شر وربنا صرفه عنك. فالحاجه اللي كنت هتموت عليها عشان تبقى معاك، اتاكد ان ربنا بعدها عنك، عشان لو كانت كملت معاك كنت هتموت بيها، هتموت بسبب الحد ده. فربنا حب يعرفك كده او ياخدك من الموضوع. الصدمه اللي وجعتك دي كانت فيها موتك بعد كده لو كملت فيها. فواصرف عنا شر ما قضيت.